ومش محتاج اقول لك ان ريال مدريد بتكمن خطورته وقوته الوحيده في كيليان امبابي، واللي هنا ابو الكباتن لازم استنى واتكلم عليه شويه. النسخه اللي شفناها من بدايه الموسم لكيليان امبابي كان بيحلم بيها اي مشجع مدريدي. امبابي ابو الكباتن سجل هدفين في مباراه مارسيليا زي ما قلت لك. امبابي اصبح مش مجرد لاعب عادي في ريال مدريد، ده اصبح القائد واللاعب اللي بيسندوا عليه لما الامور بتبقى خلاص جابت اخرها. بس يا ابو الكباتن هنا في مشكله، ده غلط جدا انك تعتمد على لاعب واحد في الفريق. لازم كيليان امبابي حد يدخل يساعده. افرض كيليان امبابي مش في يومه، افرض مش في فورمته، هل ريال مدريد هيخسر يعني؟ فلازم زي ما بقول لك لازم يكون في لاعب او لاعبين او ثلاثه يسندوا معاه. ما هو الراجل يعني مش هيحارب لوحده. وده ابو الكباتن بالظبط اللي بيعمله تشابي الونسو، وبيحاول ان هو يحسس كل اللعيبه انهم مهمين جدا زي كيليان بالظبط. تخيل معايا مثلا لو فينيسيوس رجع تاني لفورمته قبل حوار الكره الذهبيه ده، تخيلت ابو الكباتن؟ ايه رايك بقى في الثنائيه الجامده دي؟ ده هتبقى صعبه جدا على اي دفاع. كيليان امبابي بفورمته المعتاده وفينيسيوس بفورمته اللي احنا مستنيينها منه من زمان. لا 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 لا، ده صداع لاي